ظهور مفاجئ لجيتور T2 IDM بنسختها الجديدة في مصر بيطرح ملامح مختلفة تماماً للمنافسة الفترة الجاية. العربية بتعتمد على تكنولوجيا IDM المتطورة اللي بتدمج بين موتور بنزين ومحركين كهرباء، والنتيجة قوة إجمالية بتوصل ل 375 حصان واستجابة سريعة جداً على الطريق. الأرقام المعلنة كشفت عن قدرة العربية إنها تمشي 139 كيلو متر بالكهرباء بس، وده تحول كبير في فكرة توفير الوقود للسيارات ال SUV. ومن جوه المقصورة مجهزة بتكنولوجيا ذكية جدا بتبدأ من شاشة عملاقة 15.6 بوصة لحد نظام صوتي من سوني ب 12 سماعة، ومعاها أنظمة أمان بتحس بالظروف الصعبة زي حساسات العبور المائي اللي بتراقب عمق المية في كل خطوة. ورغم الكشف عن كل التفاصيل الفنية دي، الوكيل فضل إنه يخلي السعر هو الجزء اللي لسه ملامحه ما ظهرتش للعلن، وساب المهتمين بالسوق في حالة ترقب قبل الإعلان الرسمي عن تكلفة امتلاك التكنولوجيا دي في مصر. تفتكروا المواصفات دي كفيلة تخلي جيتور T2 هي الاختيار الأول اللي بيدور على القوة والتوفير؟ وقولوا لنا تتوقعوا سعرها هيوصل لكام؟